مهما كانت صناعتك ومهما كان البيزنس اللي انت بتشتغل فيه، في منه الفيرجن الانترناشونال، في منه الاصدار العالمي. تعال احنا بنحكي لك الاصدار العالمي ده الكتالوج نجاحه ايه، وبنحاول ان احنا ناخد من كتالوج نجاحه دوت اللي يقدر يفيد البيزنس بتاعك عشان تقدر ان انت تاخد خطوات لقدام. زي ما بيقولوا كده، كنا دايما نقول الكلمة دي خدناها من تحت قوي. يعني احنا اشتغلنا تقريبا الاربع ادارات دولت بشكل مباشر. عملنا شغل الاوبريشن بايدينا، وشلنا حاجات، واشتغلنا مع الناس، وفكرنا معاهم في افكار شكلها عامله ازاي، عملنا كاستمر ريتنشن شكله عامل ازاي، شفنا كرايسيس مع الكلاينتس شكلها كان عامل ازاي وهاو تو هاندل. كل الحاجات دي اشتغلناها بايدينا. خدنا كمان في التسويق، احنا اشتغلنا على فكرة الجزء بتاع التسويق عندنا، سواء كان بشكل الدعايه والاعلان، الميديا، البلو ذا لاين واباف ذا لاين، الحاجات اللي هي لها علاقه بالاولد ميديا، والحاجات اللي هي ليها علاقه بالنيو ميديا ديجيتال كمان. انا كنت سيرتيفايد كمان، واخد شهادات في الديجيتال بشكل كتير، بس عشان ما نبقاش بنقول اسامي الشركات. كمان لما اشتغلنا في السيلز الحمد لله ربنا اكرمنا، كنا احنا كلاينت انترفيس، كنا احنا اللي بنبقى الفرونت اند دايما في السيلز تيم. السيلز تيم دايما على فكره مش كله بيبقى فرونت اند، في ناس بتبقى بتتكلم في التليفونات، في ناس بتبقى قاعده في مكاتبها مستنيه الكلاينتس تيجي تشتغل معاه. احنا لا، كنا كمان احنا بنروح للكلاينت. اشتغلنا كمان في على البيزنس ديفلوبمنت بلانز كتير قوي، على مع شركات كتيره، ازاي قدرنا ندرس الورق بتاعهم، قدرنا ندرس الموقف بتاعهم اللي موجود دلوقتي على الارض، ونحاول ان احنا نكم اب او نطلع لهم بلانز يبقى الهدف منها ان هو يحسن من اداراته، يعمل سنكرونايزيشن ما بينها، يحسن من حجم البيزنس بتاعه، يجهز فرانشايز فايلز تبقى بيقدر ان هو ياخد عليها انفستمنت او يجيب مستثمرين بيعملوها. فالانجل بتاع تطوير الاعمال، الانجل بتاعت التسويق، الانجل بتاعت السيلز، الانجل بتاعت الاوبريشن، الحمد لله ربنا اكرمنا ان احنا قدرنا نبقى بنشتغلهم بشكل مباشر. فقدرنا نفهم كل اداره من جواها بتبقى متطلباتها واحتياجاتها شكلها عامل ازاي. فده بيخلينا لما بنقعد مع حد عشان نديله الاستشاره، او لما بنقعد مع حد نديله الشق الفني، احنا اشتغلنا ده بايدينا. فانا فاهم ايه العقبه اللي موجوده عنده جوه البيزنس، لان انا اشتغلتها بايديا قبل كده. فده الحمد لله بيخلينا نبقى لامسين العطل فين، وبنقدر ان احنا نديله ان شاء الله الدواء المناسب، يعني عشان نبقى نتشبه بالدكاتره شويه بس. زكاة العلم بتاع الجزء ده عايزه يبقى ايه؟ زكاة العلم بتاع الجزء ده ان مبدئيا احنا بنحاول قدر المستطاع نساعد اخواتنا. احنا واحنا ربنا اكرمنا الحمد لله وصلنا اللي احنا وصلنا له النهارده، في ناس كتير وقفت معانا وساعدتنا. فاحنا بنحاول دلوقتي نرد الجميل، وبنشوف حق الناس اللي طالعين، ولادنا واخواتنا النهارده، ان احنا نقف معاهم زي ما الناس وقفت معانا قبل كده. فاحنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نبقى بنديهم الاستشارات التجاريه للبيزنس بتاعهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في عندنا استشارات مجانيه. يعني كلمني عن البيزنس بتاعك، ابعت لنا على الصفحات بتاعتنا، قول لي انت البيزنس بتاعك عنده مشكله في ايه، عطلان على ايه، ايه اللي انت محتاجه، انت بدأت ازاي وعايز توصل لحد فين. احنا هنقدر نعمل لك ريفيو، هنقدر نبص على البيزنس بتاعك كله. حتى لو الموضوع تطلب ان احنا نبقى بنيجي نزورك، نشوف المكان بتاعك، عايز تيجي تقعد معانا في المكتب تحكي لنا ايه اللي عندنا، وهنقدر ان احنا نساعدك، نديك ايه التبس اند تريكس اللي تحركك من النقطه اللي انت فيها دي لنقطه تكون افضل وفيها راحه واستقرار للعمل بتاعك بشكل قوي. احنا بنتكلم عن اندستريز معينة ولا؟ بالعكس، احنا بنتكلم عن كل الاندستريز. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا خلال السنين اللي فاتت دي ان احنا اشتغلنا تقريبا في كل الصناعات اللي موجوده في المنطقه العربيه والوطن العربي كله. مهما كان نوع البيزنس اللي انت بتشتغل فيه، ما تفكرش مرتين. تعالى، البيزنس اصوله واحده. احنا لما بنيجي نبني بيت، في عندنا لازم بنعمل الصبه. الصبه دي هي اصول البيزنس، اصول البيزنس واحده. نوع الاندستري بتاعك ده بقى احنا اللي بنتعمق فيه، وبنحاول نفهم صناعتك منك علشان خاطر نديك اساسات ليها مظبوطه كبزنس، ثم بنكستمايز او بنعمل لها تفصيل على مقاس الصناعه بتاعتك ومقاس حجم عملك.